السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. الترند اليوم مشتعل بشكل غير طبيعي، ومن عند الناشطين حقنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي عن الشحتة والشحاتين. الشحتة والشحاتين هم ناس يدخلون إلى المملكة العربية السعودية في تأشيرة عمرة، ولكن عمرة إلى الجولة حسب ما يقولون في جولات، ويلا ومكنوا أبوها شحتات وفي المساجد. أنا بقول كلمة قبل كل شيء: الشحتة شيء غلط غلط. أنا هذا رأيي ومقتنع فيه، لأنه ما في شخص سوي وإنه بيشحت، أو إن في شخص حتى لو هو عجوز شايب ما بيشحت. عزيز النفس ما يمد يده، حتى لو البعض بيقول حرب ودمار والناس ما لقيت ما تاكل، هذا اللي بيقول كذا هذا هو شحات، اعتبروه في التعليقات. فعزيز النفس ما يمد يده لأحد، حتى لو هم نساء، وبغض النظر انهم في المملكة، في مثلا في بلادنا بنفس البلاد اليمن، ما في شخص عزيز نفس يمد يده. البعض منهم مع الحرب وآثار الحرب ما لقوا ياكلوا، راحوا من الدرام يفتشوا من الدرام وشالوا من الدرام حق القمامة وأكلوا. أما عزيز النفس وهذا لا يمكن أن يشحت، وما يمد يده إلا دني وطمع وهوارة وكسل. وأيضا من باب أنا ليش أقول هي ممنوع أصلا محاربة التسول، لأن كل الناس خلاص ما يبغاش يشتغل، وإن تعود الناس تكتسب مهنة كلنا بنقوم نشحت. خلاص أقوم أطلع أجيب، يلا أجيب فلوس إذا هي الشغلة سهلة، ومن اللي يبغى ما يتعبش وتجي له فلوس لا أجيبه. فالتسول هذا أنا أشوفه شيء غلط غلط كبير ويجب محاربته. البعض يقول مساكين، المساكين ما يشحتوا، المساكين معروفين وفي من يروح يعطيهم بدون أن يشحتوا، ولكن هؤلاء اتخذوها مهنة. عموما هذا أنا رأيي، وإذا كان في أي تعديل أو تعقيب أو في شيء غلط حطه في التعليقات إذا غلطنا في شيء. ولكن الآن ننتقل. شوف هنا عبد ربه العولقي قال: قننوا العمرة لليمن حفاظا على ما تبقى من سبعة للمغتربين اليمنيين الذين يكدحون بعرق جبينهم. الشحاتين في يز العمرة ومعظمهم في عز شبابهم أصبحوا ظاهرة منتشرة بالإشارات والأسواق وصالات الأعراس والمساجد، وحتى على أبواب المستشفيات. أيضا نشاهد هنا منشور لمدريد ماركة قال: الشحتة مهنة وأكثرهم من محافظة واحدة، أخزاكم الله يا مسيئين لليمني في الغربة. طبعا مدريد ماركة هو ينسخ كثير من المنشورات، أقرأ لكم بعض ما جاء منها. أقسم بالله إنهم شباب بكل قوتهم، وتشوفهم يشحتون بالإشارة. تسألهم من وين، يقول لك من محافظة. تقول له شوف لك عمل واطلب الله، يقول لك لا متعود ما أقدرش أشتغل، بينما صاحب إب ولا تعز يموت جوع. فضاوة بالعزبة لا يمكن يمد يده أو يهين كرامته. أنا كنت لا أريد أن أذكر أي شيء محافظ حتى بسوء أو بطيب، ولكن جت في المنشور هذا. المحافظة التي تصدر الشحاتين دوليا إلى متى؟ أنا عموما لا أعلم من هي المحافظة، وخلونا أكون أحسن، لا أعلم من أي محافظة فيها شحاتين. في محافظة متخصصة بالشحتة أنا لا أعلمها ولا أريد أن أعلمها. إلى متى أسأتم إلى كل يمني؟ لا هي من عوائدنا ولا طباعنا. الرجل اليمني يأكل بعرق جبينه ويرضى برزقه المقسوم له، ما يمد يده يتسول من الناس. شباب تشوفهم امتهنوا الشحتة وأصبحوا عار على كل يمني. أنا شاهدت هنا طبعا لمحبوبة الشبيبي، رسام كذا ومشهور بعض الشيء، يقول: موضوع الأطفال الذين يدخلون عمرة ويجلسوا في الجولات، قد تكلم الموضوع هذا قبل شهرين تقريبا. هذا الطفل عمره 14 سنة، دخله شخص للسعودية ووعده بعمله، وفي الأخير طرحوه مع مجموعة من الأطفال داخل الجولات للشحاتة. وكان إذا جاء الطفل آخر اليوم ما فيش معه أكثر من 500 ريال يضربهم ضرب عنيف. المهم الطفل جاء لعندنا للشركة هارب من الشخص هذا ويشتي يسافر اليمن، وشركة البركة ما قصرت معه وأعطته تذكرة وأعطته تذكرة وسافر به لليمن. وهذه الصورة للطفل أمامكم. طبعا ما فيش صورة في الأرجل الحق هذا. أنا شوفوا ما صدقهمش خالص اللي يمتهنون هذه الحاجات، حتى اللي يشوف يروح أمام مطاعم ويروح يأكل من الزبالة، أو في عدة أسلوب لاستعطاف طفل الناس. هذا يمكن يبغى يسافر بلاش، قال أنا هارب. لا ندخل في نية أحد، ولكن كل الاحتمالات وارد. أيضا يكتب: يا خبير، شاب يمني بكامل صحته قام يوم بعد صلاة المغرب في جدة في المسجد، يقول إن أبوه تقلب بالسيارة في السعودية
والآن له شهر في المستشفى في العناية يشتي مساعدة. المهم كمل كلامه وراح باب المسجد، جاه واحد يمني معين من الله خير، قال له تعال وديني المستشفى وأنا ما راح أقصر معكم. المهم رجع يتلخبط، يقول أبوه بيتقلب باليمن وإنهم باليمن، وقبل قال إنه هنا في السعودية. أصبح تسول له عدة طرقات في المسجد. طبعا أنت أي واحد أنا أشوف هذا جانا شحات هنا يعني كذا يرطن له ويا الشير اشتري فلوس، أشر له على أكل شعطي له يقول لا. المهم ننتقل إلى المنشور الذي بعده، وهو من عند فهد بن قعموم الذي قال حافظوا على سمعة المغترب بمنع العمرة، وهذه حقيقة لمن عنده ذرة من الكرامة والباقي مشفر. أرجو من المعنيين في الأمر سرعة الاستجابة لهذا الطلب الهام المقدم منه، يقصد عبد ربه العولقي، ومن شيخ حي الورد طال عمره. أيضا يقول بعض الأخوة يتناقلون فيديوهات على هؤلاء عفوية منهم ولا كأنها تؤثر عليهم، أتمنى الحذف وخلوا الأمور على المنفذ يشوف لهم حل. طبعا في فيديو أنا شفت واحد متعرش بيط على واحد ثوب سعودي، يعني بهذلة، البهذلة بهذلة. في بعضهم يعني ما يستحوا الأطفال لذن اللي بالشوارع اللي متروكين في الشوارع، يعني بينه ناس يستعطفهم، بينه ناس يستعطفوا كذا يعطوهم فلوس. أنا شايف إنه غلط. المشكلة إنه يتحلبط عليك. أنا أشوف يعني إذا سافرت باليمن ولا يتحلبط على صاحب السيارة ويقوم يقلب صورة إذا ما اديتوش، وبعضهم يقرب يبيع عليك وإذا ما شريت منه ولا يمسح لك السيارة ويشتي حساب بالقوة. تقول له ما اشتريش، يقول لا يشتري مني. قلة حياة وقلة أدب يعني لا الطرف. هؤلاء اللي هم أنا شايفهم. عبد رب العولقي أيضا يكتب بتأشيرة عمره، قصده ينفع عمره وطز في سمعة بلاده، فهذا آخر ما يفكر فيه. الاشتراطات للعمرة أصبحت ضرورية، بحيث وهناك من وجد فرصة أن يتعامل معنا الآخرين مثل باقي شعوب العالم بالتسهيلات، واستغلها في كل دناءة وحقارة وتشويه وسبب على الآخرين من بني جلدته في سمعتهم قبل أعمالهم. طبعا هذه صورة أنا اللي شفتها يعني استفزت ناس كثير. شاهد هنا أبو عاصم قال في منشور الذي قال الزعلان من الذين نشرون عن الشحاتين بدول الخليج، أشهد لله أنه موقف مخزي ومحرج لكل يمني، وحصل معي موقف. كنت بمدينة صلالة بسلطنة عمان، وصلت المطعم وكنت مرهق وتاعب. الأخ سليمان الشريف دخل يطلب لنا غدا وأنا جلست خارج المطعم، قلت ارتاح قليل بالرغم أنني لابس ملابس هنجمة لكن كان معي عصا، ومعظم العمانيين الذين يخرجون من المطعم يشاهدونني، وكل شخص يعطيني 5 ريال والبعض 10 ريال. المهم ما وصل الأخ سلمان يأخذني المطعم بالدور الثاني إلا وقد كنت عندهم شحات رسمي. قلنا عيب يكفي فضايح، وكل واحد يضبط أهله وأطفاله من الشحت. أيضا شاهد هنا منشور لسلمان الشريف يعني الذي ذكره أبو عاصم، يكتب قائلا حل موضوع الشحاتين العابرين للحدود بسيط جدا، أن تقوم وزارة الداخلية اليمنية ممثلة بالجوازات في المنافذ البرية والجوية بواجبها وتفعيل القائمة السوداء، وبالطريقة هذه ما عاد يقدر يسافر ويخرج خارج اليمن بعد أن دخلها مرحل من الدول التي كان يشحت فيها. بس للأسف معهم عصابة من النافذين هم من يقفون وراءهم ويديرونهم. طبعا انا حاسس ان لا اصلا هي في عصابه للشحاته، وفي عصابه للدعاره، وفي عصابه لبونجا بونجا، وفي عصابه ل هذه الممنوعات، في حاجات كثيره، ولكنها هي محاربه. والشحته هي موجوده في كثير من دول العالم، ولكن بنفس الدوله، مش عاد احنا نصدر للخارج. عموما نصل الآن إلى منشور لخالد شائع يقول العمرة والمعتمرين ما لهم دخل بالذي شغالين مع العصابة والشحاتين، بالعكس العمرة سهلت على كثير يمنيين زيارة بيت الله الحرام وزيارة أقاربهم في السعودية، وكذلك زيارة أهالي المغتربين للسعودية. لو في نية بس من أصحاب القرار من أصحابنا إنهم يلقطوهم على واحد. المهم مش تفعلوا يومين وبعدها تسكتوا على هالشحاتين في عصابات شغالين في هذا المجال.